انتوا ليه بتكرهوا الناس في نعمة ربنا؟ علي النعمة انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. طب انت عارف ابوه ليه؟ والناس تاكل يعني هو لا نرحم ولا نخلي رحمة ربنا تنزل؟ سيب الناس، ما تعتتوش في جدته. لا 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 لا، انت ازاي تعملوا في الناس كده؟ عملنا في الناس ايه؟ في نقص، فالدولة اتصرفت، جابت الفرخة البرازيلي، فرخة عافية. الباب اللي في القفص ده فرخة يا مسعود، فرخة انها قابلة لعمل اي شيء وطعمها حلو. عارف اول ظهور لفرخة برازيلي بعد السلق. تعليق ناري من عمرو اديب على الفرخة البرازيلي بعد السلق. اديني الشوربه الاول بقى يا روحي عشان اظبطها واروح داخل على الملوخيه. يلا حبيبي. مالها يا عالم؟ مالها يا ناس؟ الله نعم. الاكل بتاعكم طيب قوي. لا ما نتشرب. الاشكيف نفسه حلو في الطبيخ. عندنا اشكيف جوه. اللي بيطبخ شيف. ايوه الارشيف. طب ما عادي اكلها، ايه مشكلتها؟ وعلى فكره طول عمرنا بناكلها يعني. النهارده شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية أعلنت إنه في 100 طن من الفراخ البيضاء المجمدة مطروحة في المنافذ بأسعار مخفضة أقل من أسعار السوق يمكن ب 35%. طبعا احضر يا ريش هات الفراخ يا احضر. النهارده اللي جوه اللي هو ب 80 جنيه في المزرعه، وقلت له في واحد ونص يعني المفروض يتباع ب 120 جنيه في مصر النهارده، فرخه مذبوحه مكيسه معبأه، ورغم ان هي بتتباع اكثر من ذلك في السوبر ماركت. لو انا جبت الاسعار دي من بره ب 2.8 او 3 حسب تحركات الدوله وحسب التحركات الايجابيه مع الدول، يبقى انا ممكن ابيع ب 90 ب 95 جنيه. يبقى انا عندي فرق على الاقل 25 جنيه فرق. ده عظمه.